بدأت القصة لما ركب الزوجين دول المركب بتاعهم الصبح وراحوا رحلة لصيد السمك في إحدى البحيرات. الزوج كان اسمه أيسنبرج والزوجة كان اسمها لوري، والاتنين كانوا متجوزين من قبل كده وكان عندهم أولاد من جوازاتهم اللي فاتت. أيسنبرج بعت صورة لبنته على الموبايل قبل ما يركب المركب بيوثق فيها لحظة شروق الشمس على البحيرة، وبعدين بعت رسالة لحد من صحابه قال له فيها انه حاسس انه صحته مش كويسة علشان يطلع يصطاد في الجو ده لان الجو كان بارد جدا. ومع ذلك ركب الزوجين المركب ودخلوا جوه البحيرة، وبعد ساعات قليلة اتصلت لوري بالشرطة، وكانت منهارة وهي بتقول لهم ان جوزها وقع في البحيرة، وطلبت منهم يجوا بسرعة علشان ينقذوه. الشرطة راحت بسرعة للمكان اللي وصفته لهم لوري، ووصلوا هناك الساعة 11 الصبح، وركبوا المركب وحاولوا يفهموا من لوري ايه اللي حصل. فقالت ان جوزها ايسنبرج كان بيسوق المركب بهدوء، وفجأة وقف المركب وقال ان في مشكلة في المحرك، وراح لمؤخرة المركب علشان يفحص المحرك. شال الغطا بتاع المحرك ولف اللوري علشان يقول لها حاجة بخصوص المحرك، لكن فجأة سكت كأنه اتصاب بأزمة قلبية، وقبل ما يكمل كلامه اتهز ووقع في البحيرة. فلوري جريت عليه علشان تلحقه، لكن وقعت على وشها وجالها نزيف في مناخيرها، وعلى بال ما قامت كان ايسنبرج اختفى في البحيرة وهي ما بتعرفش تعوم. كانت عاوزة تتصل بسرعة بالشرطة بس ما لقيتش موبايل، فكان عليها انها تتصرف لوحدها. كانت عاوزة تسوق المركب لكن المفتاح كان ملوي جوه الكونتاكت، وعلى حسب كلامها ان المفتاح اتلوى من ايسنبرج جوزها، فاضطرت انها تشغل المحرك يدوي، وفضلت تدور على جوزها. مرضتش ترجع للشاطئ علشان ما تنساش المنطقة اللي وقع فيها، وهي بتدور عليه لقت تليفونه في المركب، فاتصلت بالشرطة وكان عدى ساعتين على سقوطه، وقالت ان التليفون وقع منها في البحيرة بعد ما كلمتهم. بعد ما سمعوا منها القصة أسعفوها من نزيف مناخيرها وتوقعوا أن أيسنبرج مات بعد المدة دي كلها، ولقوا في المركب نقط دم فتوقعوا أنها من نزيف لوري. وبعدين طلعوا المفتاح المكسور من الكونتاكت. شكل المفتاح المكسور كان يوحي أن حصل صراع، مع ذلك ممكن يكون اتنى فعلا من جوزها. الملاحظة الأولى اللي لاحظوها المحققين إن لوري كانت صادقة معاهم في كلامها، وكانت عاوزة تساعدهم علشان يلاقوا جوزها فعلا. لكن بالرغم من كده إلا إن المحققين توقعوا كل الاحتمالات، وفتشوا شنطة لوري فلقوا فيها علبة عصير صغيرة فاضية، وبعدين فتشوا عربية أيسنبرج اللي كانت موجودة قرب الشاطئ، فلقوا فيها تليفون لوري وأشرطة أدوية. الأدوية دي كانت بتاعت أيسنبرج، بس لقوا كمان إزازة دواء بتاع الحساسية والبرد اسمها ديفنهيدرامين. المحققين أخدوا إزازة الدواء علشان يفحصها الطب الشرعي، وفي نفس الوقت كان الغواصين بيدوروا على أيسنبرج في البحيرة، بس عملية البحث عنه كانت صعبة لأن المنطقة كانت كبيرة، فلجأوا للسونار في عملية البحث. وفي نفس الوقت كانت الطيارة الهليكوبتر بتحوم فوق البحيرة في انتظار جثة أيسنبرج تطفو على سطح المية. المحققين أخدوا لوري يحققوا معاها في الاسم، وكانت إجاباتها على أسئلتهم مقنعة بالنسبة لهم. فضلوا يدوروا على ايسنبرج لمدة 5 أيام، ولما معرفوش يوصلوا له طلبوا من لوري تبحر مع فريق السونار علشان تساعدهم. سلوك لوري كان غريب، كانت شوية تعيط وبعدين تسكت وتهزر وبعدين ترجع تعيط تاني. وبعد أيام من البحث المحققين عرفوا إن لوري عليها قضية اختلاس أموال، والكلام ده هينقل القضية في حتة تانية. المحاسب الخاص بالشركة اللي بتشتغل فيها لوري من سنين لقى تلاعب في الحسابات تقدر ب500 ألف دولار. زمايل لوري اتفاجئوا بالكلام ده وما كانوش مصدقين لأن لوري كانت ملتزمة طول حياتها ومنضبطة جدا، بس لغاية دلوقتي الموضوع كان تحقيق في ذمة لوري المالية وما كانش فيه إثبات عليها. ولاد أيسنبرج من جوازته الأولى راحوا للشرطة وبلغوا المحققين ملاحظات مهمة. قالوا إن مش من عادة أبوهم إنه يطلع البحيرة ويصطاد في الجو البارد، خصوصا إنه كان عنده برد أصلا. وقالوا إن لوري بقت تتصرف بشكل غريب بعد أيام من الحادثة، وسألتهم عن ميعاد تقسيم الميراث. المحقق اللي سمع لكلام الأولاد قال لهم إنه مش بيشك في لوري إن ليها علاقة باللي حصل، وكمان مفيش دليل ضدها. وبعد 16 يوم من الحادثة لقوا جثة أيسنبرج واللي هتحل لغز القضية كلها. تقرير الطب الشرعي قال إن جسم أيسنبرج كان فيه كمية كبيرة من مادة ديفنهيدرامين اللي بتعالج البرد.
المفروض إن الجرعة الآمنة للي بياخد الدوا ده إنه ما يعدّيش 1000 نانو جرام، لكن جثة أيسنبرج كان فيها جرعة معدية 7000 نانو جرام. لوري قالت قبل كده أثناء التحقيق إن جوزها كان بيلخبط في ميعاد وكمية الأدوية. ممكن لوري تكون ذكية جدًا علشان تقول ملاحظة زي دي في التحقيق، لإنها عارفة إنهم هيكتشفوا الكلام ده في التشريح. لكن هل ممكن إن الإنسان ينسى الجرعة بتاعته فياخد 7 أضعاف الجرعة؟ المعلومة دي ما كانتش كفاية للمحققين علشان يشكوا في لوري، لكن عرفوا معلومة تانية مهمة من شركة الموبايل، وهي إن آخر إشارة اتبعتت من موبايل أيسنبرج كانت بعد الواقعة بأيام، وكانت قريبة من بيت ابن لوري. ولوري قالت للمحققين قبل كده إن موبايل جوزها وقع منها في البحيرة بعد ما كلمتهم، فإزاي جت إشارة منه قرب بيت ابنها؟ لما المحققين سألوا ابن لوري أنكر إن ده حصل، لكن الأدلة فضلت تظهر، وعرف المحققين إن زوجين أيسنبرج ولوري كان بينهم خلاف على الفلوس. على الرغم من إن علاقتهم كانت كويسة ومثالية، إلا إن أيسنبرج كان بيتضايق جدا من صرف لوري المفرط، ولقوا تعديلات مكتوبة بخط الإيد على الوصية اللي كتبها أيسنبرج قبل موته بشهر. التعديلات دي كانت بتقول إن أولاد لوري ليهم 80% من الورث، وأولاد أيسنبرج ليهم 20% بس. هنا بدأ المحققين يشكوا في إن لوري ليها يد في اللي حصل ده كله، وإن هي اللي حطت مادة الديفenhydramine جوه علبة العصير اللي لقوها في شنطتها، وبعد كده حدفته في البحيرة وعملت التمثيلية دي علشان تبعد الشكوك عنها. المحققين ما واجهوش لوري باللي عرفوه، واستنوا لحد ما اتحكمت في قضية الفساد المالي وأخدت 5 سنين سجن، وبعدها واجهوها بإنها هي اللي قتلت جوزها، بس هي أنكرت، لكن الأدلة كانت قوية ضدها فاتحكمت. في المحاكمة قالت إنها كانت هتشرب مادة الديفenhydramine اللي في العصير علشان تخلص من كل مشاكلها، لكن جوزها شربها بالغلط. المحكمة ما صدقتهاش، وشافوا إن كان عندها دوافع كتيرة علشان تخلص من جوزها، وأهم دوافعها إنها كانت محتاجة الورث علشان تحل مشاكلها مع الشركة في قضية الاختلاس. كانت عاوزة تاخد فلوس جوزها لأنها كانت عارفة إنهم هيفتشوا وراها في الشركة وهيكتشفوا اختلاسها قريب. لوري كانت ست خاينة، لأنها خانت جوزها مع الأول مع 3 رجالة، وكان جوزها التاني اللي هو أيسنبرج واحد منهم. وفي النهاية اتحكم على لوري بعد 2 من الجريمة سنة 2020 بالسجن مدى الحياة. أحداث القصة دي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2018. العبرة من وجهة نظركم.